انت عارف ان انا نفسي الاقي امي. دايما بحس ان انا لو لقيتها كل حاجه هتبقى احسن. عارف حتى لو ميتة على الاقل اعرف هي مدفونه فين، واروح لها زي ما بيجي لك دلوقتي كده واقرا لها الفاتحه. صحيح، ابسط يا عم. عبيد وامينه خلاص هيتجوزوا. هي اي نعم مش هونها، بس انا عارف ان انت كنت هتبقى مبسوط يعني لما تعرف ان ده حصل. انا عارف ان انا عمري ما قلت لك يعني انت عزيز عندي قد ايه، وعارف انك كنت بتغير عشان يعني مفتاح ضفتي. بس اقول لك على حاجه، من ساعه لما سبتنا وانا متاكد ان انت خلاوتك عندي زي المفتاح بالظبط، بس ما مرضاش اقول له يعني عشان ما يزعلش. هقول لك، اخواتنا هيتعلموا، والله هيتعلموا. والله لا افتح لك المكتبه اللي كنت عايز تفتحها، واقول لك هقرا 36 كتاب كمان. ما تزعلش مني يعني لما كنت ببقى غشيم معاك شويه يعني. انا اتربيت كده مع اننا نفس الربايه، بس انت كنت احسن. هو كده، انت على طول كنت احسن في كل حاجه. الله يرحمك يا رب. ايه مالك قاعد كده ليه؟ اهلا، ازيك يا عريس؟ نقول مبروك. انا بقى مفيش حاجه غلط يا مفتاح. وبعدين ايش حال اللي انت اللي ماشيلي في الموضوع ده؟ المفروض تفرح لي يعني. اديك انت اللي قلت انا اللي ماشي لك في الحوار، فايه اللي يخليني ما افرحلكش؟ بس دلوقتي يا عبيد، ده دم قطيف لسه ما بردش. انا كبرت يا مفتاح ومش عايزك لوحدي. هو ماجد ده ساحر لك؟ قال لك ايه؟ لا والله العظيم قال لك ايه؟ الحياة بقى من الميت؟ غلط، غلط يا عبيد. الميت ابقى عشان اللي راح كان قطايف. قطايف يا عبيد. العيال فين؟ انا مش سامع لهم صوت ليه؟ العيال نايمه فوق. نايمة؟ ايه اللي منيمهم من دلوقتي؟ الو يا ولع يا اسطى، طب رحت ليه من غير ما تاخدني معاك؟ طب انت فين؟ والله انا كمان زهقان ولع وجد. طب انا هجيلك. سلام. مبروك يا عريس. هو فكرك لو ماجد دخل السجن احنا اللي هندور الدار؟ ما مش هيحصل يا اسطى. هيشكلوا لجنه، واللجنه دي هتطلعنا انا وانت بره، والله اعلم بقى هيبقوا حلوين ولا وحشين. يا مفتاح، اقسم بالله اي حاجه ارحم من الراجل ده. هو